اليوم حبايب قلبي شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم فيديو قناة ميمو دانا. يا جماعة رجعنا لكم فيديو جديد بعد انقطاع تقريبا شهر. ما ادري ليش احنا قاعد نتأخر، لا والله ادري ليش، لانه من ورا دندون عندهم امتحانات ودراسة واحنا هم السبب كذلك. انا ماني خلاص دائما نقول لهم تعالوا نصور بس هم مشغولين. يا جماعة شو فكرة فيديو اليوم دندون؟ جايز اليوم الفكرة كلش حلوة ومسوين هيك فكرة عليه بالقناة مالتنا. طبعا الفكرة وهي انه احنا رح نقيم معازيم العرس مال غيث مروان وسارة. معازيم العرس. اوكي، معازيم العرس، معازيم العرس اليوتيوبرز اللي راحوا وحضروا عرس غيث مروان وسارة. طبعا جايز احنا اول شيء نريد نبارك لهم الف مبروك للعرس لسارة والغيث للعرسان. يا جماعة تعرفون هواي حضروا يوتيوبرية بهذا الحفل، لكن اكو يوتيوبر يعني صارت مشكلة ومع الاسف يعني ما دخلت الحفلة صراحة. بس حنحكي هاي دراما بعدين. هو صارت دراما بالعرس هذا كلش هواي، بس يعني الله يسمح اللي كان السبب. يلا يا جماعة خلي نبلش، بس لا تنسون قبل نبلش لا تنسون اشتركوا اللايك فعل جرس التنبيهات، تحطوا لايك كبير على الفيديو. نفتح بالتعليقات منو احلى اطلالة شفتوها بالعرس كله عشان نعرف رايكم. بس قبل كل شيء احنا راح نشوف نقيم المعازيم على قولتك. راح نكتب بتليفوننا ايش قد نقيم هاي اللبسه من 10. مثلا نقيمها مثلا 5 من 10 او 3 و4 وحسب الله اعلم من راح يفوز ويانا هالمره. ويا اطلاله كانت حلوه بالنسبه لنا، فيلا خلي نبلش. طبعا جايز احنا اول شيء عندنا هنا رزة. طبعا رزة معروفة بالسوفت جيرل ستايل، طلعتها كلش حلوة وهادية. الميك اب والشعر كلش حلو، بس احنا نحب نشوف مثلا بطلالة اكثر دراماتيك، اكثر جرأة جديدة. ممكن نقول الالوان هاي يعني شافيها هواي لبست من عندها رزة. بس بالنسبة لي طلع الشعر حلو، الميك اب حلو، اللبس كان يعني فاين. خلينا نشوف راح نقيمها. يا حطوا احتياطنا كلنا بنفس الوقت. تمام يلا 1 2 3. ايش انطيتوها؟ 7. انا جايز اعطيتها 6 من 10. اني 7.5. اطلاله كانت جيده. اللي بعده لاف السارة. طبعا جايز كلش حبيت هذا اللون على بشرتها، السكين تون مالته طلع كلش حلو، وهذا لوك جديد. انا ما شفت فيه فساتي من قبل صراحه. بس صراحه الشعر ويا هذا الدرس اللي بيه ورد من هاي الجهه ما كان حلو، والشعر لو لامته بوني تيل، بس اللوك هذا مالتها ما بي شيء واو يعني، بس حلو درس عادي. مكياج كلش حلو صح. انا اقول 6. يعني عادي اوكي، هم جيد كذلك، بس يعني مهضوم. بس لو مسوي بعض التغييرات التصليحات ممكن كان طلع احلى. صح. اللي بعده اوكي عندنا روان وريان. من يا روان من ريان؟ هاي روان. ريان فور مي اطلالة روان غير موفقة. كلش مكبرته. البنية عمرها 15 سنة 15 16 سنة. اللوك مال بنية عمرها 20 25 سنة على الأقل. أنطي هذا موديل الفستان مال بنية أكبر من عندها بهواي. شعرها حلو. المكياج سيمبل از يوجوال، كلش سيمبل كلش لايق لها. انما الريان اللوك كان حلو غريب جديد. خلينا نقيم روان. 1 2 3. اوكي what about ريان اعطيها ريان انا حبيت، راح اعطيها 7. اوكي لا حد يقول لي عقبالك. عندنا هنا اسامه مروه ان شاء الله تتزوج وان شاء الله هي يا رب ذريه الصالحه ان شاء الله. طبعا فور مي اطلاله حلوه. اطلالة الشباب كلش بيسك، يعني ما كل الشباب مش شابين اصلا، فما شوف شيء واو. بس بالنسبه لي كقاط حلو. يلا تقييم، عندكم اي تعليق؟ يعني مش عندي تعليق يعني يلا 1 2 3 9. انا حبيت بالنسبه لي حلو، بس قلت لك لا حلو القاط نايس يعني. لا انا حسيته بيسك، بس ممكن هون يكون مثلا لون ثاني، ممكن بيج هم يطلع حلو. بيج وقميص اسود. لوريان ديفايو قعدي. اللي بعده اسلام. اطلاله اسلام. اوكي يلا هالمره تعلقوا. يعني لو من دون الحذاء كان انطيته 10 على 10 سوليد 10 يعني. بس الحذاء كلش مخرب. ما اقول لكم مخرب، انما
طالع شكلها شاز ويا السترة. لا مو السترة كلش رسمية وشيك، انما الحذاء كلش رياضي تنافر بالموضوع. فبالنسبة لي اتوقع هو اكثر واحد لابس حلو بالحفلة كشباب. فورمي القاط درجة البنفسجي هاي ولا غلط، كل شيء حبه. جايز طبعا انا حسيت انه شيء مميز، واخيرا انا شفنا مثلا شباب يلبسون الوان غير جريئة شوية شوي يعني اللون برايت، حس يعني حتى مبين يعني بين كل يعني متميز بين المعازيم كلهم. يلا 1 2 ثواني يلا 1 2 3 حنطي 8 8 انا 8 ونص. انا اعطيتها 9 يعني لا زين ترى اعطيناه. لا خوش احنا يعني ضبطنا لو حذاء رسمي 10 على 10 صح. اللي بعده عندنا العساء، عندنا غيث مروان وساره. يلا شو تقولون؟ انا قاعد كلش حبيت الفستان مال ساره، كلش هيجي نازك والقماش مالته حاسه كلش ستايل هيك. صراحه انا كنت متوقعه شيء كنت متوقعه انه تجي مثلا هيجي فساتين حيل كبار وحتى يعني شيء افخم اي شيء اقوى، بس حبيت الاطلال سيمبل وكيوت يعني جميله. طبعا هو مثل اي يعني معرس ماكو شيء جديد، وبس هي عبالنا يعني انا اللي تصورتي شيء كلش فخم وكريزي وشيء طويل ومبهر، لكن اطلاله جدا سيمبل وحلوه. وصح ترى هي مثل ترى هي ناعمه، هي بنيه شوي سمباتيك يعني لا بقلة نقدر نقول. 1 2 3 7.1 8 من 10 بالنسبه لي، لانه هذا مو ستايلي بس يعني حلو حبيت صراحه. but I think they can do better يعني. جايز طبعا هنا عندنا اطلاله لانا. ما اعرف صراحه، حسيت ان انواع القماش مع بعض ما يعني ما شيء ما بيشبه شيء. في شيء دنفوش يعني في شيء ستان وبعدين هنا كريستال في حنفوش بس ستان وجلتر ودانتيل مدري قماش واقف. انا انسانه جدا كريمه. واللي علق انت منو على مود تقيمين؟ عادي حالي حالكم اقيمها، شو مدافتي من المتابع يقيم واحنا ما نقيم. 2 3 6.1 6 بالنسبه لي. ممكن شوفوا البنيه بالنسبه لنا اللي انا اذا بالنسبه لكم انتم حبيتوه اوف كورس ما حد يقدر ينكر الفستان كلش عليها حلو، كلش سمبل، بس الديزاين ما حلو. هذا لين اخذتها لين اوكي حبيت حلو مال برنسس. ما عدا هذا الستراب انا ما احبه بالفساتين، احس لو ما كان ستراب مو على مود الفستان يثبت. ما ادري لو ماكو مثلا كان احسه يطلع احلى وافخم واليجنت اكثر. صح. يلا خلينا نقيم. 1 2 3 7.5 لانه حبيت الشعر هم حلو، المكياج نايس. كومنجان 10 كلش حبيت الاطلاله. حسيت انه هذول اللون الميتلك مع هذا القماش الورق الاحمر كلش ظابطين مع بعض. جديد لون الميك اب نظيف، الجولريز كلهم حلوين. اي لاف ات. ما حسيت اكو شيء غلط بالاوتفيت، سواء اعطيها 10 من 10. 10 من 10 ما يحتاج نكتب. انا حطيت 9 10 ترى ما انطيها لاي احد. لا ما انطي البيبي بلو مال جنس الجنين. صح مو يمكن جنس الجنين هي ولانا ولين. اوكي لا انا بالنسبه لي لون الفستان كلش حلو على رغس الاطلاله. انا متاكده يعني كان دو بيتر يو كود دو بيتر. اي اني هم. يلا 6 بالنسبه لي هذا ذوقي يعني مو كلش ويا هذا اللوك. المهم اللي بعده عندنا ضحى عندنا ضحى حنقيم من اليوم عندنا الستلي اسود وعليه اخضر. لا سر ما اعرف شيء مغربي يا جماعه متابعين المغرب. تونسي سوري علمونا كلمات تونسيه جديده. المهم انطيهم 10 بس ما لاقين ويا بعض يعني هو وايد طشرين 10 لا طشرين بابا حلو بس هو لابس ازرق غير لون هي لابسه اخضر. لا حلو طالع بالتصوير. صارت اتوقع نزلت فيديو مكياج كان حلو هم. يلا حين وقت التقييم. انا بالنسبه اول شيء مقيم ميكس. اول شيء ميكس اوكي ميكس 1 2 3 حاطيت 8 من 10 وضحيه ضحى. يلا عشانكم 8.1. هو عندنا اخر شيء عندنا انا الزالة 10 على 10 سوري من دون نقاش.
لحظة فستان اصاله ثقيل، خامة تجنن، لكجيريوس، ينطى طالع كلش لكجيريوس كلش حلو. بس شويه محتاجه تلبس كعب اكثر لان الفستان طويل وهي قصيره، اصاله كلش قصيره بالحقيقه، فمحتاجه بلاتفورم تلبس وياه على مود الفستان ينشان وياها. بس فستان كلش حلو، بلس انه انس مطقم هاي حبيت التطقيمه مالت السكارف اللي لابس سويه البدله. السكارف وايد حلو، صح حلوه كانت. بلس القاط حلو عليه، مع العلم انس كلش ابيض، ما عبالي انه هي شلون فاتح راح يلوق له، بس ولا غلطه. حبيت مكياج اصلا كلش وايد. دائما مكياج الحمد لله يعني حطت حمرا حمراء، كنت خايفه انه احلى بعد يحط حمرا لانه لا هي كلش أحمر سمبل وأحمر ما بتزبط. يا بالنسبه لي انس طالع اللبس مالتي راح اقيمه. خلينا نقيم لبس انس اول شيء. كلش حبيت 10. ليش انتم فلانين؟ حسيت انه صراحه ما عندي بيرستل. دراسة صالح قد قيموه بلس 10. 7. 10 من 10. انا ما احب الاشياء اللي فيها شويه عج او شيء، مو انا بس شفته كلش حبيته. اول ما نزلت اصاله اللوك. يا جماعه هيك كنت كملنا وياكم وحكينا لكم راينا الصريح. نحب كل شيء هواي لاعبكم اكو يعني ما دراما، ماني بدراما زين. قبل الفيديو ايش رايكم بالفيديو مالتنا وشنو اكتبوا جوا تعليقاتكم على الاطلالات اللي حبيتوها ما حبيتوها. نحبكم كل شيء هواي ونشوفكم وين؟ امتى؟